الدولة الأموية كانت دولة غير دينية وأنا أؤيدها. إسلام النبوة ألغى ولو نظريا القبلية ووحد العرب في الإسلام، لكن منذ أن مات النبي وهو على فراش الموت لم يحضر أصحابه جنازته، أصحابه المقربون، يعني الخليفة أبو بكر والخليفة عمر والخليفة عثمان والأصدقاء جميعهم لم يحضروا دفنه، تركوه يموت كابن أو كواحد من بني هاشم، يعني أول ضربة لإزاحة القبلية، عودة إلى القبلية. ثم في السقيفة قال الخليفة عمر، وأنا شخصيا معه بهذا القول، أنا أقول حقائق تاريخية: لا ترضى العرب بأن تكون النبوة والخلافة في بني هاشم، كانت النبوة في بني هاشم وبعد ذلك يجب أن تذهب إلى غيرهم، إلى بني سفيان. جيد. ثم قتل سعد بن عبادة الأنصاري لأنه قال في السقيفة: منا أمير ومنكم أمير، لكي يقوم ببعض الشكل ديمقراطي، فرفض وبعد ذلك قتل، وحصرت الخلافة في قريش، وداخل قريش أعطيت الخلافة لبني سفيان لا لبني هاشم، وبقي المسلمون حوالي 20 سنة قريش يتآكلون ويقتل بعضهم بعضا، إلى أن انتصر معاوية وحسن انتصر، وانتصر بموقف غير ديني، لا ديني وأنا معه، يعني الدولة الأموية كانت دولة غير دينية وأنا أؤيدها. هذا التاريخ إذا لم نعد قراءته ونتخلص منه يستحيل أن نخلص من هذا الركام الموجود عندنا. المجتمع العربي مجموعات من القبائل،